بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. مساء الخير على كل من في الروم. في صوت مساء الخير على كل من في الروم. بيقول الأب متى المسكين في شرح إنجيل يوحنا صفحة 509 ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى، وهو خوف الآباء الأولين من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي مما أدى بهم إلى حذفها من بعض المخطوطات. إزاي الآباء يحرفون عادي كده في الكتاب المقدس؟ ده سؤال انا بحب، بس انا حبيت ان انا اوجهه لك، يا ريت ترد عليا فيه، وانا اسفه جدا على الاطاله. ومعاكم المايك. شكرا جزيلا ياسمين، وسعد ان احنا سمعنا صوتك حبيبتي مع العدد ومع الحاجات اللي بتابعها وانا بتكلم، فسامحيني معلش. شكرا جزيلا لمداخلتك، وابونا اتفضل مع قدسك المايك. شكرا ليك غاليون. الاخت ياسمين ديت بتقولي اخت ياسمين يا ادمن؟ لا، ده مش الاخت ياسمين، ده اللي اسمه نور على الدرب، واللي جالنا يوم الخميس 6/12 ويوم الخميس 13/12 واتكلم كلام بهذا المعنى في المضاد. فده بس غير اسمه، لكن صوته لانه حريمي شوية اطفالي فبنظن ان هو بنت، وخصوصا لما اخذ اسم ياسمين عشان ما نكتشفوش. فهو اخونا نور على الضرب اللي قاعدين وراه وسام وغيره بيلقنوه الكلام اللي يقوله، فيغير اسمه يغير شكله، هو عمالة هؤلاء الأحباء عشان خاطر يتكلموا بلسانهم، وجابوا طفل صغير عشان لا يؤاخذ، يعني لو سمعوا نقد شديد ما يبقاش هم سمعوه، ما يبقاش تحقير لآرائهم وأفكارهم. أخونا ياسمين والكوتيشن اللي انت أخونا نور على الضرب بقى، أنا آسف، الكوتيشن اللي انت جابوهولك من كتاب متى المسكين، احب اقول لك ان ما فيش انسان يعبر لنا عن الرأي السليم، ولا انا ما اقدرش اعبر عن حاجة، لكن نحن نعتمد على مراجع واصول، فالمرجعية هي التي نحكم عليها. سيبنا من متى المسكين وغير متى المسكين، وسيبنا من زكريا بطرس، لكن خلينا في المواضيع ومرجعيتها. فانت ارجع للكتب ديت، شوف المرجعية بتاعتها ايه، وتعالى قول لي المرجعية بتقول كذا وكذا وكذا. فلما انا اوصل للمرجعية اتناقش مع المراجع المعترف بيها المسلم بيها، فنقدر نقول لك على الردود. لكن تاخد كوتيشن من اي كتاب فرعي ليس هذا بالتوثيق الاصيل للكتاب. قول كده للي وراه، قول كده للي زقوه، وهم انا عارف ان هم بيقولوا الكلام ده على لسانك عشان ما يسمعوش الكلمتين دول لنفسهم، لكن انا بوصل لهم الكلمتين دول واقول لهم خليكم منطقيين، خليكم علميين، خليكم منهجيين، دوروا على التوثيق وهاتوا لنا الأصول الموثقة لنتكلم عنها، مش آراء منقولة. وكفاية أخت نور على الدرب،
انا جمعت كده بقى ياسمين ونور على الدرب، لان الاخت نور على الدرب. ماشي.